عايز تقول حاجه لاي حد؟ عايز اقول حاجه. اطلب من المشير حسين طنطاوي يعين الدكتور توفيق عكاشه وزير الاعلام. ليه بناء على ايه؟ انه راجل محترم وبيجي الحقيقه، وجميع الاعلام اللي هو المأجور ما بيطلعش ولا بيجي في المكان اللي احنا اللي هو المسلمين والمصر. مطلوب منا ان احنا نيجي موجودين قدام السفاره الامريكيه. ما في ناس ثانيه زي حالاتنا مثلا او حالات بعض الناس ثانيه بتقول عايزين مثلا استاذ يوسف يكون وزير اعلام. لا، ومش عايزين وزاره اعلام اصلا. احنا عايزين اعلام واحد بس، هو الدكتور توفيق عكاشه. عشان راجل محترم وبيقول الحقائق، واحنا جايين من الشرقيه طبعا ماشيين السوق قريه نبتيت شرقيه. انت عايز ايه ده كله؟ انا عايز اوسع البنك. الراجل ده بقى يا جدعان من التحرير اصلا. بقول لك ايه، انت بتقعد في التحرير اصلا صح؟ جاي هنا تعمل ايه عشان تقعد في التحرير؟ ولا انا مصر. الله ينور عليك. الناس اللي هناك لهم فكره عجبني. حلو. والناس اللي هنا لها فكره عجبني. جميل. برفض الناس اللي هناك في حاجات وبرفض الناس اللي هنا في حاجات. صحيح، يعني اذا المصريين كلهم مصريين بس كلنا واحد. كلنا واحد. ثانية واحدة. صحيح. ثانية واحدة. ايه اللي عجبني هنا وايه اللي عجبني هناك؟ ايه اللي ما يعجبنيش هنا وايه اللي ما يعجبنيش؟ ايوه. اولا عيب اما واحد مصري يشتم واحد مصري. حقيقي. انا مش عاجبني توفيق عكاشه، ماشي حقي انه ما يعجبنيش، لكن ما غلطش فيه. صحيح. ماشي. انا عاجبني توفيق عكاشه، ماشي اشيله على دماغي. كل واحد ليه راي، كل واحد ليه راي. ما احضرش على راي واحد. احنا عملنا الثوره ليه؟ عشان كلنا نبقى ايد واحده. صحيح. اتقوا الله في مصر. اولا كل يوم يخشوا لنا من مدخل شكل. هو بس السؤال هنا ليه الناس دي ما تبقاش مع الناس دي والناس دي اللي كلها انا بدور عليه لازم يجي في حد واحد لازم يجي. ثانية واحدة. لازم يجي. فاهمني، انا اقصد الاتفاق. ايوه. لازم يجي واحد عنده فكر وواحد كويس. صحيح. ويلم الشمل بتاع ده وده. صح. ده كلام سليم. خد بال حضرتك؟ ادي وجهة نظر. انا اولا اشهر واحد في التحرير واتحدى. انا ما بدورش ان انا اولا انا اعلاميا جميع القنوات فيها وجميع الجرايد، انا بدور على الرساله اللي انا جاي اوصلها. الله ينور عليك. هنعرضها على الناس مره ثانيه. مفيش مشاكل. اولا انت هتخش على الفيسبوك هتلاقي كل الصفحات فيها سيد انا بس عايز ليا تعليق بس على اليافطه اللي ورا. يعني خروج الامريكان في وجود الاخوان عادي. جميل بقى، كلمني عن الكلام ده. لا، ما انا ما كلمتش باختصار يعني. خدوا الكلام ما قل ودل وكل نبيب بالاشاره يفهمه. صحيح. انا راجل بكتب الكلام ده، انا راجل مثقف وليس متعلم. جميل، ولكن غيرنا بقى مش مثقف ولا متعلم، احنا عايزين بس نشرح له. اللي جنبه هيغمزه كده هيفهم ايه معنى الكلام. الله ينور عليك. الله ينور عليك. اشكرك. تحت امرك. اشكرك.